الحيك الوجدي. أصالة التراث المغربي وهويته. الحيك الوجدي هو لباس تقليدي نسائي عريق يمثل رمزاً من رموز الحشمة، الوقار والأصالة المغربية بامتياز، خاصة في جهة الشرق وعاصمتها مدينة وجدة. ويعد هذا اللباس جزءاً لا يتجزأ من الذاكرة الثقافية والتراث الشعبي للمنطقة، حيث طالما شكل مظهراً بارزاً من مظاهر الهوية الحضارية والتقليدية للمرأة الوجدية. خصائص ومكونات الحيك الوجدي. المظهر واللون. يصنع الحيك عادة من قطعة قماش بيضاء ناصعة وطويلة، تلف بها المرأة بالكامل من رأسها إلى قدميها لتستر جسدها وملابسها الخارجية. النقاب أو العثابية. يرافق الحيك في العادة قطعة قماش صغيرة تعرف بالعثابية أو اللثام، تستخدمه المرأة لتغطية جزء من وجهها، الوجه والفم أثناء الخروج، حفظاً للحياء والتقاليد العريقة. أنواعه. يختلف الحيك من حيث جودة القماش ونوعه، فهناك أنواع بسيطة للاستخدام اليومي، وأخرى فاخرة من الحرير أو الأقمشة الممتازة تخصص للمناسبات والخروج الرسمي. الأهمية الثقافية والاجتماعية. رمز الشرف والحياء. ارتبط الحيك الوجدي تاريخياً بقيم الأصالة، العفة والاحترام، وكان دليلاً على مكانة المرأة وارتباطها بتقاليد مجتمعها المحافظ. تراث حي في الذاكرة. على الرغم من التطور العصري للباس والملابس النسائية الحديثة، إلا أن الحيك لا يزال حاضراً بقوة في الوجدان الوجدي، حيث تحرص النساء على استحضاره في المناسبات التراثية، المعارض الثقافية والأعراس التقليدية كدليل على التشبث بالجذور. مقاومة وهوية. خلال فترة الحماية والاستعمار، شكل الحيك المغاربي عموماً والحيك الوجدي خصوصاً درعاً للهوية الوطنية والتقاليد الأصيلة، حيث تمسكت به المرأة المغربية كرمز للانتماء والاعتزاز بالوطن.